قلت سم. قال الوالد يحتاجك يبغاك. قلت طيب. مريت زرت الشايب لأني أزوره باستمرار، لكن ما هو من عادته أنه يتصل علي. مريت الشايب هذا وهو جالس في البيت لأنه تعبان، حتى الصلاة صعوبة أنه يزيد يطلع من البيت لأنه كبير مرة والآن حالته صعبة. مريته في رمضان أول ما شافني داخل مجلس الشلي قلت تعال. لما جيت إلى عند الشايب هذا اللي هو سالم العمري أبو ناصر، لما جيت إلى عنده وقال لي تعال جلست، قال لي يا محمد اسمعني، يا محمد اسمعني، أنا بعطيك علم وترى سر بيني وبينك حتى أنا أموت. قلت أبشر. أنا في قرارة نفسي وتأكدت وقتها أنه بيوصيني بيعطيني وصية، لأن أولاده ما هو في المنطقة في جدة كلهم. قلت أبشر أنا ولدك. قال لي يا محمد أنا رأيت رؤيا. قلت هذا السر؟ قال لي والله أنا السر، ترى أمانة ما تعلم أحد، ترى عندك أمانة ما تعلم أحد إلا إذا مت. قلت أبشر بالخير. قال شوف لي واحد اللي يفسرها. قلت أبشر أنا أفسرها لك إذا قدرت. وش هي؟ اسمعوا يا شباب، أنا لما أقول لك قبل شوية ما حد يعني جابر إنك تصلي، ولا حد غصبك إنك تصوم، ولا حد غصبك إنك تقرأ، ولا حد غصبك إنك يعني تترك الأغاني. إيه وأنا أقول لك إيوه، لكن الشاب هذا ضحى بهذه كلها. شوف الجائزة اللي حصلت له وهو باقي في الدنيا. قال رأيت إني في أرض فاضية، أرض صحراء ما أعرفها، الأرض هذه غريبة ما هي مثل أرضنا. يقول أنا واقف في الأرض هذه ويجيني رجال غريب ولبسه غريب وشكله غريب وكلامه غريب، ما هو منا ولا هو فينا، وأول مرة أشوفه. يقول لما جاني هذا الشايب وسلم علي وقال لي أنت سالم العمري، يقول قال لي بالاسم هذا أنت سالم العمري. قلت إيه وأنا سالم العمري. إيش تبغى مني؟ قال أنت تبغى تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت إيه والله إني أبغى. من هو اللي ما يبغى أصلا يسلم على الرسول؟ وين الرسول؟ أنا بروح أسلم عليه. قال لا 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 تتعب نفسك ولا تروح، الرسول بيجي إلى عندك يسلم عليك. يقول أنا وقتها أصدق أكذب بيجي الرسول. طيب وين الرسول؟ قال انتظر، الرسول بيجيك من الباب اللي جنبك. يقول أطالع لو جنبي باب، قال الرسول بيخرج عليك من هذا الباب. يقول أبو ناصر العمري يقول شوية وأنا التفت في الباب إلا والباب يوم انفتح، إلا والرسول صلى الله عليه وسلم يوم خرج من الباب. يقول إلا واللي مع الرسول واحد غريب لكن أتوقع 100% أن أبو بكر. يقول لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من الباب هذا وجاء وحط وجهي في وجهه وجيت أبغى أسلم عليه وجهي في وجهه، يقول التف الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاني ظهره ومشى وما سلم عليه. يبكي الشايب والله أنه يتكلم لي ويعطيني الرؤيا وهو يبكي. يقول يا محمد ليش ما سلم علي؟ قلت يا أخي عطني عجل كمل الرؤيا لا تعطيني نصفها. قال المهم يوم مشى النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي وكانت طبعات رجوله على الأرض وعلى التراب. يقول يا محمد والله إني أمشي على نفس خطوات الرسول على نفس الطبعات. يقول مشيت مع الرسول مسافة طويلة وفجأة وقف الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لما وقف الرسول التفت وراء يبقى أتأكد بس أنا باقي أمشي وراء ولا لا. يقول لما التفت وراء إلا وأنا باقي أمشي وراء. يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشير علي قال أنت سالم العمري؟ قلت يا رسول الله أنا سالم العمري. يقول أني أجي عند الرسول جيت أبغى أسلم عليه. يقول أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدي اليمين ثم أخذ يسلم علي في المنطقة هذه في الكوع. يقول بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليها الأولى الثانية الثالثة الرابعة، يقول استمر يسلم عليها. يقول أنا أبغى أفك يدي عشان أحتضن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول ما فك يدي يسلم علي. يقول فجأة فك النبي صلى الله عليه وسلم يده واحتضنته وسلمت عليه وسلمت على الرجل اللي معه. يقول وفجأة مسك النبي صلى الله عليه وسلم يدي اليسار بيمينه ومسك الرجل اللي معه بيساره وأخذنا معه روحنا. قلت وين رحتوا؟ قال انقطعت الرؤيا. يقول انقطعت الرؤيا هنا. قلت أبو ناصر أنت تبغاني أفسرها لك؟ فسرتها. تبغاني أسألك؟ قال تعرف؟ قلت أبشر. أما الأرض اللي شفتها اللي تقول أرض ما هي برضك
هذه الدنيا ومتاعبها ومشاقها. وأما الرجل اللي طلع عليك غريب، هذا عمل أول حياتك صلحته وتعبت عليه، وهو اللي جعلك تجتمع مع الرسول. ونعرف وشو يا الربع لأنه جاء. تدرون وشو العمل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين فين؟ في الجنة. الشايب هذا في وحدة من أقاربهم توفى زوجها وعندها يمكن 6 أولاد، ولا عندها أي دخل من المال، يعني لو حتى تركهم بيضيعون. تزوجها الشايب هذا عشان أولادها ما يضيعون. قلت هذا الرجل هذا عمل بينك وبين الله، جعلك تجتمع مع الرسول. لما جيت تمشي على نفس الخطوات أنت ماشي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسافة يوم تقول أنها طويلة هذا عمرك، وعمرك فعلا فوق 100 سنة. أما يوم أخذك النبي صلى الله عليه وسلم بيدك ورحت وانقطعت الرؤيا، هذه بشارة لك بأنك سترافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. بكى الشايب، بكى بكى بكى، والله يرضب عنه يهتز ويبكي. أنا قلت إنها فرح. لما هديتها قال يا محمد عندي سؤال واحد. قلت أبشر. قال أنا اسمع ما تصلي وتأخر الصلاة، صعب علاقات، دخان، تباك، كيفك؟ قال محمد أنا وش عندي من عمل عشان يدخلني الجنة؟ قلت والله مناصرا هذا كلامك كيف حالنا وحال بعض الشباب. المهم الشاب هذا بكى. جيت بطلع من عنده قلت يا عم أنا لي طلب واحد. قال يا محمد أنت ولدي إيش تبغى؟ يفكر أنا بطلب فلوس ولا شيء. قلت أنا أطلبك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان يسلم على الكوع هذه دلالة أنك صاحب قيام الليل، وهذه علامة إسباغ الوضوء عن مكانه. قلت أنا أطلبك إذا قمت الليل أنك ما تنساني من دعوة. تدري وش قال؟ قال أنا اللي أنت اللي ادعي لي، أنا ما عندي شيء عشان أدعي لك، ما عندي عمل أصلا. مرت الأيام، في حاجة في الرؤيا أنا ما أعطيتها إياها. تدرون وش هي؟ في حاجة في الرؤيا يعني تدل، لأن خلاص بعد المسافة الطويلة هذه وقابل النبي، هذه علامة بأن الرجل سيموت. الرؤيا قلت لكم في رمضان، حنا وياكم في نهاية شهر 12 بداية العشر يوم 3/12 انتقل إلى رحمة الله. قبل صلاة العصر يتصل علي ولده قال لي الشايب توفى الآن. قلت الله يغفر له ويرحمه. حزنت حزن عظيم. قال الشايب قبل ما يموت كان يوصينا عليك، يقول انتبهوا لولدي محمد. قلنا يا من محمد؟ ما عندنا أخ اسمه محمد. قال فلان الهاجري إمام المسجد، قلت له عنده سر إذا مت خلوه يعلمكم. فاتصل علي ولده من عجله يقول يا أخي إيش السر؟ إيش الوصية؟ قلت أنا بخبرك إياها بكرة في المقبرة. أنا اللي نزلت الشايب بيدي هذه في المقبرة في القبر حقه. أنا وياكم يا شباب الحبيب يا شباب رجال المع بشكل عام، أي واحد من أقاربنا يتوفى لابد أنه يروح علينا 20 دقيقة نص ساعة من يوم يدخل المقبرة حتى ندفنه ونطلع، أكثر يمكن من نص ساعة. والله أني حاسب للشايب من يوم دخلنا المقبرة حتى دفناه، غطيناه بالصلايا، دفناه بالتراب وعزينا لقاربه وطلعنا من المقبرة 7 دقائق. يمكن هذه ما تدخل عقل، والله إنها الواقع، وهذه من علامات حسن الخاتمة. خبرت أولاده بهذا الخبر، كانوا أولاده متفاجئين أن الشايب هذه القوة وهذه العبادة، مع أن أبوهم أصلا، لكن يقولون هذا الشايب عنده أعمال ما درينا عنها إلا يوم مات. بشارة عاجلة لهذا الشايب. دق أحد الشباب الصالحين على أكبر ولد له في الحج، قال إيش اسم الوالد؟ قال ليش؟ قال أعطني اسمه كامل عشاني أنا أبغى أحج له، أبغى أقول لبيك اللهم حجا عن فلان ابن فلان. قال أبشرك الوالد قد حج في حياته اللي قد أحصناها له 47 حجة. لا تعب نفسك الله يجزاك الخير. قال الميت ما له منا إلا الدعاء والأعمال الصالحة، أعطني اسمه خليني أحج له. شوف كيف ولده يقول لا، من باب أنه ما يبغى يتعب الناس، وأنه أبي يعني أبوه قد عنده خير أصلا. وهذا لا، الله سبحانه وتعالى يأبى من فوق 7 سماوات إلا أن العمل لا بد يستمر لهذا الشاب حتى يوم القيامة. نسأل الله أن يجمعنا وياكم بها في الجنة. قولوا آمين. خلصنا اللي عندنا. هذا شايب مات على حسن خاتمة. الشيخ عبد الله الشهراني أخبرناكم مات على حسن خاتمة. أنا وأنتم الثاني إيش بنموت عليه؟ اسأل نفسك ولا تنسون طلبي.